السلام عليكم اعزائي المشاهدين، تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كاين الحسد وكاين الغيره، وقليل اللي يبغي لك الخير وسرك ملي تبغي تعاودو ديما عاودو للحيط. ولا لقيتي بان الحيط ما تصنطلكش عاودها لراسك. ولا كنتي اول مره تلتحق بينا في القناه، فمرحبا بك في قناه ياسين عبد القادر. فعل هذاك الجرس انا مزوق. القصه ديال اليوم غدينا لمدينه افران. واحد الراجل ومرته كانت تجمعهم واحد العلاقه ديال الحب قبل الزواج وبعد الزواج، والحي كامل كان كيشهد لهم بهذه العلاقه المثاليه. الراجل كان كيدير مهندس ومرته كانت طبيبه، يعني ملي تيمرض هو تيمشي يدوز عندها، وهي ملي تكون غادا شاده الطرقان تتعيط ليه، تيقول لها لا هذيك الطريق راه فيها السكوت، هذيك الطريق راه فيها رضوضان، بحكم انه مهندس. الامور غادا على ما يرام لحد الساعه، حتى واحد النهار هو يقول لها دابا انا وياك خدامين وتا واحد ما تيكون في الدار، خاص اللي طيب لينا وخاص اللي يجمع الدار. قالت له باغي تزوج عليا؟ قال لها سكتي، خاصنا خدامه. واخا انا راه ما تتعجبنيش هذه الكلمه ديال الخدامه. المهم عجباتها الفكره، وهو يقول لها شوفي انا غنتكلف بهذا الموضوع. قالت ليه لا، خليك بكرامتك، خليك بقيمتك، خليك بمستواك الراقي، انا اللي غنتكلف بهذا الموضوع. قال لها اوكي مدام. واحد النهار في الغرفه ديال العمليات، هذيك الطبيبه جالسه كدير واحد العمليه جراحيه لواحد المريض، وكانت حداها واحد الماجوره، وهي تقول لها رانا واقفه على شي خدامه بغيتها تعاوني في الدار. قالت لها جاتك، كاينه وحده حطيها على الجرح ابره بحال هذا الجرح اللي جالسين تنخيطوا فيه. وراكم عارفين العيالات ملي تيقضيو شي سيرفيس تيبداو يديروا هذيك الضحكه زعما بحال داروا شي انجاز، تيبقاو يديروا المهم شافت لي هذيك الخدامه اللي غتخدم عندها في الدار. البنت عندها 23 عام، عندها بكالوريا، عيات ما الدفاع في لي سي في ما سهلش الله. عندها امها مريضه وخوها فيه التوحد حيت تيلعب فري فاير، يعني كاع الظروف تتحتم عليها انها تخرج تخدم. بنت عندها 23 عام وفي مقتبل العمر، يعني مستهدفه من طرف الدياب اللي تيعيشوا معنا. الحاصل ديك البنت جات لغد ليه جايه في طاكسي وهزه معاه واحد الشاكوش فيه حوايجها. جات دقات، هو يحل عليها ولد داك المهندس. بالمناسبه انا ما قلتش لكم على ولد المهندس، عندهم واحد الوليد تيقرا الدكتوراه في علم الفلك والابراج. ما حل عليها الدري داك الباب، قال لها شكون انت؟ قالت له انا هي الخدامه الجديده اللي غنخدم عندكم في الدار. ديك الساعه تكونت ديك النظره ديال الحب بحال داك الشيء اللي كيكون في الهنود وداك الشيء. قال لها اوكي تسناي، عيط لماما حيت هو ولد ماما. قال لها الو ماما، راه واحد السيده جات وتتقول انا الخدامه الجديده ديالكم. قالت لي شوف اعطيها البيت اللي لتحت وسد عليها وخليها تما تنجي. فعلا وصلها للبيت وما سدش عليها حيت ولد الناس تعرف يحل الباب ما تعرفش يسد. المهم جا الراجل ومرته بالليل، الراجل مشى للسطوان، المراه ديريكت مشات للغرفه فين ناعسه الخدامه. مع دخلت عندها لقاتها ناعسه على الصاك ديالها. قالت لها بونسوار، علاش ناعسه على الصاك ديالك؟ واش حنا بايتين في المحطه؟ حيدي داك الصاك حطي ليه ونعسي على الوساده. وخلاتها ناعسه، ما سولتها واش جمعات الدار، ولا قالت لها فيقي بكري، ولا قالت لها علاش ناعسه في هذا الوقت. المهم الامور بقات بحال هكاك. المهم الطريقه باش هضرت معاه لا تبشر بالخير، هذيك بونسواغ انا راه ما تنطيقش فيها. نهار 5 شهر 5 2005 مع الخمسه داك الدري جاو عنده واحد الدراري صحابو يديروا معاه الكوتي. صافي مشى عندها الغرفه ديالها، قال لها واش ديري لنا شويه ديال لي كريب ولي بتي بان شوكولا وداك الشيء ديال لا كونفيتير، راكم عارف الفيلا هادي والناس لاباس عليهم. داك الشيء اللي دات، مشات للكوزينه وجدات داك الشيء اللي قسم الله معاه، هي جايبه لهم داك الشيء باش يحطوا في الطبله. نقز واحد هو يقول لها ياك ما عذبنا كالزين حيوان. المهم ديك البنت مسكينه مشات رجعت لديك الغرفه ديالها وبدات الهضره دايره. واحد تيقول ليه هو دريه خدامه عندكم، واحد تينقص تيقول له ما تناسبوش، كاين اللي تيقول ليه ما تعطيناش لو نيميرو ديالها، راكم عارفين دوك ولاد كيليميني والله تنصليها مع شي واحد قسما بالرب. داك الدري مع ولد ماما هو كيوت، بحال الهضره ديال الدراري اثرت فيه شويه حيت هو بحال سونسيبل شويه. دازت واحد 10 دقائق البنت خرجت من بيتها باش تجي تجمع ديك الطبله. مع قربت حدا الطبله هو يقول لها جلسي. تا تيسولها شحال في عمرك، حداش قاريه، علاش خرجتي من القرايه، ولقى الطريقه ديال النقاش ديالها زوينه. بقى تيقول مسكين في خاطرو كيفاش وحده قاريه واعيه وفاهمه وتتخدم الميناج في الديور. المهم هما جالسين تيديو ويجيبوا في الهضره شويه، دخلت ماما وباباه. مع دخلوا لقاو هذيك الطبله كامله فيها هذاك الكم الهائل ديال الماكله. قالوا بانهم كانوا كيديروا الكوتي بجوج. شافت في البنت قالت لها جمعي ديك الطبله وسيري لبيتك، شافت في ولدها قالت له جتي مع سير بلاص.
مشاو سدوا عليهم، داروا اجتماع شنو كانوا تيقولوا فيه الله اعلم. شويه دازت 10 دقائق هي تخرج عندها، قالت لها غتجمعي حوايجك وغتمشي في حالك. قالت لها علاش لالا؟ قالت لها هضره وحده اللي عندي 10 دقائق لقاك جامع حوايجك وبرا. وقالت لها ها الفلوس اللي كتسالينا وها فلوس المركوب، والدري ولدي راه غادي يوصلك للمحطه. والغريب في هذا الشيء كامل ان ولدها ملي كان موصله للمحطه ما قال حتى كلمه. انا بعدا كرهته. داز نهار وهي تجيني شكايه والشكوى لله سبحانه وتعالى من عند المهندس وديك الطبيبه، تيقولوا بانهم تسرق لهم واحد الخاتم ديال الكريستال. ذاك النهار انا اللي كنت خدام انا والضابط بلاتي انا مزيوك مسعود، قول لي ديك القضيه ديال دوك الناس اللي كانت تسرق لهم الخاتم ديال الكريستال، المهندس والطبيبه، كنتي خدام معايا ذاك النهار؟ كنتي في الحمام؟ بالسلامه، ما تنفع ما تضر يا مسعود. كنت خدام انا ودريس، قلت لهم في بنت تشكوا بجوجهم، قالوا في ضربه واحده الخدامه. هنا الحس الامني تيبدا يخدم. علاش قالوا بجوجهم الخدامه؟ شنو الدافع اللي دفعهم انهم يشكوا في الخدامه؟ واش رامين عليها الباطل؟ وتقدر تكون حتى هذيك الخدامه بصح هي اللي سرقات هذاك الخاتم. انا راه ما كنتيق في شي واحد وكنقصد. صافي هنا غادي تبدا التحريات. مشينا معاهم للدار، مشينا حنا ثلاثه، دخلنا للغرفه ديال الخدامه، لقيناها مرتبه وطاويه حوايجها كما ينبغي. مشينا لبيت الناس ديال المهندس والطبيبه، لقينا كلشي مقاد، كلشي مطوي. شويه وانا نضرب على الماريو، وانا يبانوا لي بزاف ديال المجوهرات، مع غندخل يدي وانا نتفكر البصمات، درت اللي قالت اي نقيس انا المجوهرات باش في الاخر يسميوها فيا. بديت تنقلب مزيان، هما يبانوا لي واحد جوج شرط ثلاث قداش وشي 8 الخواتم بلا هذوك السناسل ديال الذهب شي 16، وعاد هذوك الحوالق انا ريادو خصهم مع الرخصه يحلوا معاه. عيطت على الفرقه ديال التدخل السريع والهجوم المباغت. غتقولوا لي علاش؟ كيفاش هذه طبيبه وراجلها مهندس وعندهم الفيلا وبزاف ديال الطوموبيلات وبزاف ديال المجوهرات، اذا راجلها المهندس كيدوزوا ليه البروجيات وتيغش فيهم، وهي تتبيع في الماتيريال ديال السبيطار. انا هذا الشيء ما متاكدش منه، ولكن خاصهم يتشد. وبالنسبه لهذيك الخادمه فاحنا عيطنا لها ودرنا لها تكريم، حيت بلا بها ما كناش غنوصلوا لهذه الحقيقه المره. ونزيدكم الحياه ارزاق. هذيك الفيلا اللي كانت عند هذاك المهندس وديك الطبيبه، فبحكم انهم عندهم كريديات بزاف حطيناها في السيزي، والقيمه ديالها طاحت ولات تساويه 50 درهم. غتقولوا لي شكون اللي شراها؟ شراتها الخادمه وراها ساكنه فيها. اعزائي المشاهدين، وصلنا لنهايه القصه. تنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. شكرا للتحفيزات ديالكم، شكرا للتعاليق ديالكم. وبغيت نقول لكم واحد الحاجه، انني بلا بكم ما تنسواش بصله. ما هياش واخا انا ما تعجبنيش هذه الكلمه ديال الخدامه، حبذا لو كيقولوا لها مساعده. قالت له ما عليناش. علينا ضربت راسي مع الكوفر. معليش. العيالات ملي تيقضيو شي سيرفيس تيبداو يديروا هذيك الضحكه زعما بحال داروا شي انجاز، تيبقاو يديروا نشوف